الذكاء الاصطناعي يتوقع جيسوس قد يرحل عن النصر قبل الشتوية بنسبة كبيرة. أهلا بكم من استوديو صدى. جيسوس الذي كتب اسمه في تاريخ الهلال بإنجازات ذهبية، رفع 3 بطولات سوبر وحقق الدوري السعودي وتوج بكأس الملك، كما دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدد مرات الفوز المتتالية. يعيش مع النصر تجربة مختلفة تماما، مدعومة بنجوم عالميين وميزانية ضخمة، لكن دون أن تتحقق النتائج المنتظرة. خسارة السوبر أمام الأهلي وضعت المدرب البرتغالي تحت ضغط متزايد، خصوصا أن النصر لا يشارك هذا الموسم في دوري أبطال آسيا النخبة، بل في بطولة آسيا 2 الأقل قيمة. ورغم أن هذه البطولة قد تمنحه فرصة للتتويج، إلا أن جماهير النصر لا ترى فيها تعويضا كافيا عن الإخفاقات المتتالية في عصر رونالدو. وبناء على توقعات الذكاء الاصطناعي، احتمالية رحيل جيسوس قبل الفترة الشتوية تصل إلى 70%، فيما تبقى فرصة استمراره حتى نهاية الموسم عند 30% فقط، وذلك مشروط بتحقيق نتائج قوية محليا والتتويج بآسيا 2 على أقل تقدير. الخلاصة أن بيئة الهلال صنعت مجد جيسوس، بينما بيئة النصر تبدو أكثر قسوة، وقد تجعل رحيله مسألة وقت لا أكثر.